اهلا بيكم، انا هاشم داوود. وفي الفيديو ده هنكمل مع بعض سلسله اتعلم الاكسل من الصفر، وهشرح اكتر من 25 تريكايه او حيله تسهل عليك شغلك في الاكسل، وهتوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا، سواء كنت HR او محاسب او شغال كمان على الاكسل بشكل يومي. الفيديو ده معمول علشانك. يلا بينا بسرعه نشوف ونشرح ايه هي التريكات دي. اول حاجه معانا دي التريكات والاختصارات، هسيب لك اللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن تحت، تقدر تدخل عليه في اي وقت. اول تركايه معانا هي تحويل البيانات لجدول. لو عندك بيانات بالشكل ده كده وعاوز تخليها في جدول منظم وليها شكل وفورمات محدود، هندوس على كنترول زائد تي واضغط اوكي. بسرعه جدا حولي البيانات اللي عندي الجدول ليه بوردرز وفورمات واضحه وفلتر كمان. ولو انا محتاج الغي الايكون بتاعه الفلتر اللي هي موجوده في كل راس عمود بالشكل ده كده، هعلم عليها بالشكل ده كده وادوس على كنترول زائد شيفت زائد حرف ال هيختفي معايا. ولو عاوز اظهرها تاني كنترول زائد شيفت زائد حرف ال هيظهر معانا بكل سهوله. التركيه اللي بعد كده معانا، لو انا عندي ارقام او اسعار منتجات او مرتبات او ايا كان وعاوز اجمعها لكن بشكل سريع، الوضع الطبيعي ان انا هاجي هنا واكتب يساوي وبعد كده اكتب معادله صم عشان اجمع، وبعد كده احدد الرينج بتاعي بالشكل ده كده. لا، الطريقه دي طويله شويه. اللي اسهل من كده ان انا هاجي على البيانات اللي انا عاوز اجمعها واضغط كنترول زائد يساوي، هلاقيه عمل لي كولم جديد خالص وجمع لي فيه البيانات بتاعتي. ولو عاوز اتاكد بشكل سريع برده من غير اي كويشنز او معادلات، ممكن ان انا اظلل الرينج بتاعي اللي انا عايز اجمعه بالشكل ده كده. ولو بصينا تحت كده هلاقي معادله صم بالشكل ده، هو جمعه لي اوتوماتيك وكمان عامل لي كاونت ليه وكمان عامل افريج. ده كده الجمع بتركايه بسيطه. التركايه اللي بعد كده، لو انا عاوز اضيف صف، هاجي على اي صف انا محتاج اضيف صف فيه وهضغط كنترول زائد علامه الزائد بالشكل ده كده. ولو انا عاوز اشيل صف برضو هضغط على كنترول زائد ماينس في الكيبورد بالشكل ده كده، هيشيل لي البيانات اللي انا محتاج اشيلها. ونفس الكلام لو انا عاوز اضيف عمود، اجي هنا كده على راس العمود بتاعي واضغط كنترول زائد علامه الزائد. ونفس الكلام لو انا عاوز امسح العمود هدوس كنترول زائد علامه الماينس بالشكل كده بكل سهوله. التصوير اللي بعد كده معايا، لو انا عاوز اعمل زوم ان او زوم اوت، بضغط على كنترول زائد الت زائد علامه الزائد او البلس في الكيبورد بالشكل ده كده. ولو عاوز اعمل زوم اوت هدوس على نفس العلامه كنترول زائد الت زائد علامه الماينس بالشكل ده كده. التركايه اللي بعد كده، لو انا عاوز اضيف تاريخ اليوم، بدوس على كنترول زائد حرف الكاف في الكيبورد او سيمي كولوم بالشكل ده كده، جاب لي تاريخ النهارده وادوس انتر. لو انا عاوز اضيف الوقت بدوس كنترول زائد شيفت زائد حرف الكاف برضو بيجيب لي الوقت الحالي. التركايه اللي بعد كده، لو انا عاوز احدد عمود بشكل كامل، بضغط على كنترول زائد السبيس، حدد لي الصف بتاعي من اوله لاخره بالشكل ده كده. ولو انا واقف مكاني برضو ومحتاج اعلم على الصف كله، بضغط على شيفت زائد السبيس، علم لي على الصف كله ايا كان حجم البيانات بتاعتك. التركايه اللي بعد كده، لو انا واقف على اول الداتا او الجدول بتاعي وعاوز اروح لاخر الجدول بتاعي، بدل ما سكرول داون بالشكل ده كده، لا، في تركايه بسيطه جدا تخليك تتحرك بسهوله في التيبل بتاعك. والتركايه دي بتنفع معاك لو عندك بيانات كبيره جدا وصعب ان انت تتحرك فيها بالسكرولنج، هياخد منك وقت ومجهود كبير. ممكن نتحرك فيها بسهوله جدا عن طريق ان انا بدوس على كنترول سهم لتحت كنترول سهم لفوق بيجيب لك اول البيانات او اخر البيانات، وممكن كنترول سهم يمين بيجيب لك اول بيانات على اليمين، وكنترول سهم شمال بيجيب لك اخر بيانات في الجدول بتاعك. التركية اللي بعد كده، لو عاوز تحدد الداتا بتاعتك وتظللها من اول الداتا لاخرها بالشكل ده، بتدوس على كنترول زائد شيفت زائد سهم لتحت بيعلم لك عليها كلها، او كنترول زائد شيفت وسهم يمين على حسب ما انت عاوز، او سهم شمال. ولو انت عاوز تتحرك او تظلل البيانات بتاعتك خلية خلية، بتدوس على شيفت بس، لكن سهم لتحت بينزل معاك خطوة لخطوة. لو جالك شيت بيانات فيه بيانات كتيرة وعاوز تعرف الشيت ده فيه فورمولاز او معادلات ولا لا، تركاية بسيطة جدا، بندوس على كنترول حرف الزال في الكيبورد يظهر لي المعادلات اللي موجودة. انا هنا الشيت بتاعي مفيهوش اي معادلات غير معادلة جمع هنا موجودة جايبة من البرايس والبرانش نمبر بالشكل ده كده. ولو عاوز تخفي المعادلات اللي فيها بتدوس على كنترول حرف الزال بيرجع معاك الشيت لطبيعته. التركية اللي بعد كده، لو عندك شيت
بالشكل ده وعندك خلية فيها بيانات متجمعة في سلاية واحدة وعاوز تقسمها بتركية بسيطة جدا، بندوس على Alt زائد A زائد E بالشكل كده بتظهر معاك التاب دي، وتبتدي تختار انت محتاج تقسمها بأي شكل بالسبيس أو كوما وتدوس فينيش، هتبقى أسهل ليك. التركية اللي بعد كده لو عاوز تعمل ملء تلقائي أو أوتو فيل للبيانات بتاعتك، بنيجي على أول خلية بالشكل ده كده واكتب مثلا التاريخ بتاع النهارده وانزل تحت وادوس انتر بالشكل ده كده واضغط كنترول اي، هلاحظ ان هو عمل لي فلاش فيل او اوتو فيل للتاريخ على كل البيانات اللي موجوده عندي. ونفس الكلام هنا سواء في وقت او تاريخ او ارقام، لو انا عاوز اقرر الوقت ده في الشيت كله هكتبه تاني بالشكل ده كده واضغط كنترول اي، هلاحظ ان هو قرر لي البيانات بنفس الفورمات اللي مكتوبه في اول سيل. التركايه اللي بعد كده لو انا عاوز اقرر بس البيانات اللي موجوده في السيل اللي فوقيها، فبدل ما اقعد اخدها كوبي وانقلها عندي اكتر من طريقه، والطريقه دي ان انا ممكن انقل البيانات دي بدوس على كنترول حرف الدي بلاقيه قرر البيانات اللي موجوده في الخليه اللي فوقيها بالشكل ده كده، وده بيحصل مع الوقت او التاريخ او اي خليه انا موجوده عندي عايز اكررها. التركية اللي بعد كده لو انا ما عنديش ماوس مثلا وعاوز اعدل في اي خليه موجوده عندي بدوس F2 بالشكل ده كده، هتظهر معايا الخليه انها قابله للتعديل وابتدي اغير زي ما انا عاوز فيها. التركية اللي بعد كده لو انا عاوز انقل مثلا الخليه دي مكان الخليه دي، الطبيعي ان انا هاجي عليها كده بالشكل ده كده واضغط كليك يمين اخدها كوبي واجي هنا واعمل بيست بالشكل ده كده. الاسهل من ده ان انا اجي عليها وادوس كنترول حرف السي واجي على الخليه اللي جنبها او المكان اللي انا عاوز انقلها فيه واضغط كنترول في، ولو انا عاوز اشيلها خالص من هنا بضغط كنترول اكس وبروح على المكان اللي انا عاوز اضيفها فيه مثلا وليكن هنا واضغط كنترول في بالشكل ده، هلاحظ ان هي اتشالت من مكانها. ولو الخليه مثلا فيها فورمات بالشكل ده وعاوز انقل الكلام بس بدون الفورمات، هدوس على كنترول سي واروح على المكان اللي انا عاوز انقلها فيه وادوس الاختصار ده كنترول زائد الت زائد في، هتظهر لي التاب دي. هلاقي هنا اوبشنز كتيره جدا في الكوبي والبيست، هعمل لكم فيديو منفصل ليه. اللي انا محتاجه هنا ان انا محتاج انقل الفاليوز بس او القيمه بتاعه الحاجه اللي انا عاوز انقلها بس، واضغط فاليوز وادوس اوكي، هلاحظ ان هو نقلها لي من غير الفورمات او اللون الاحمر اللي موجود فيها. التركية اللي بعد كده لو انا مثلا واقف في الجدول كده ومحتاج اظلله او اعلم عليه كله عشان اخده كوبي او هعمل بيه اي حاجه، الطبيعي ان انا هاجي كده واعلم عليه كده. لا، التركية هنا ان انا بقف في اي حته في الجدول مثلا ودوس كنترول زائد حرف الايه، هلاحظ ان هو علمني على كل البيانات اللي موجوده في الجدول. التركية اللي بعد كده لو انا عاوز مثلا ادور على حاجه موجوده في الجدول بتاعي بدوس على كنترول اف في الكيبورد بتظهر لي التاب دي منها اقدر اشوف انا محتاج ادور على ايه وادور عليه بالشكل ده واعمل فايند تظهر معايا. ولو انا محتاج ادور على حاجه معينه لا وكمان استبدلها هدوس على كنترول زائد اتش هتظهر لي نفس التاب لكن على التاب بتاع ريبليس هختار الحاجه اللي انا عاوزها ومحتاج ابدلها بايه، هتشتغل معايا تمام وادوس اوكي هلاقي الدنيا تمام. وبس كده، دي اهم التريكات اللي موجوده معايا في الاكسل اللي لو حفظت نصهم بس سرعتك في الشغل هتتضاعف. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وفولو سبسكرايب واكتب لي كومنت الفيديو الجاي تحبه عن ايه، سواء بيفت تيبل او معادلات ولا شغل HR على الاكسل. انا هاشم داوود واشوفكم في فيديو جديد. سلام.